لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحال من لواني نوسط حفتا لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومبس رزامن دي رب العالمين وهوادان بأوي آزي السودي اللي والبقرن. برزان دسين خزمة سورة التوبة. سورة التوبة وكل تفسير كان بقشتي وبتايبتش لا المحرر في التفسير دل سورة التوبة سورة مدنية كواكو زور بي زانان دلين إجماع إلى سلة مدنية إتلنا وكاني أو سورة دا تسناويش هي لوانا سورة التوبة سورة الفاضحة سورة البراءة إتل أو نواني بيقول لا فضل قوري أو سورة تايبت من ديكاني أو سورة هلا محرر دلي حث الصحابة على تعلمها. تبيني أصحاب خوان رازبي هاني يكتريان دالويكوا فيربا وكذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سينو سيمام عمر خوان رازي فرمي تعلموا سورة براءة. سورة براءة هو بدن خوتاني فيركن وعلموا نساءكم سورة النور. آفرتان اشتان فير سورة النور كانت كزول الأحكام كان آفرتان لسورة النور هي بقشتيج دفرمي تعلموا سورة البراءة سورة براءة سورة التوبة خوتاني فيركن وهروها لخالش تلك بلقي لسر فضل قوري سورة براءة سورة التوبة أنها من أواخر ما نزل من القرآن لكوتاية كان وتأحكامي نهاية دالبلو لكوتاية لسورة كوتاية كان كوادابزية وكبراي كوري عازب خايل راد دفرمي آخر سورة أنزلت براءة كوتا سورة كوادابزي سورة براءة أبو دار أو سورتاش لا يبدأ هلو يقدر تابت من يكاني أو سورة لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم أو سورة كدس بيدك بسم الله الرحمن الرحيم دس بيناك وش تايبته نقل الإجماع على ذلك نقل الإجماع على ذلك غير واحد كواتك سوري لعلماء إجماعيا لسر أو باب النقل كذلك أو سورة فبسم الله الرحمن الرحيم دس بيناكري أو يقل تايبت من ديكاني أو سورته لستتساد سورة قرآن بيروز تنها سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم دس بيناك طالما من سورة أن ملدود زالان بسم الله الرحمن الرحيم هاتية يشان لسرتها يشان وراستكي عيني دكاتو ستتساد بسم الله الرحمن الرحيم. لأضواء البيان دل اعلم أولا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة وتبزانك وأصحاب خان رازيبي لبداية سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم النخيندة هذه في المصاحف العثمانية لو مصحفانك ولا زمن إمام عثمان نسراوة واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها باش لبرس بسم الله تدانية خلاف لنوان علماء هي إتتسان رأي جدينتو آخر كيد أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة بهسترين قول لو بابتي درباري أو بابتا أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله عنه لابن عباس تفرمي أو أبوك أو كإمام عثمان بابن عباس يا إخوائي يقول لي الرازيبي فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد بن حبان في صحيح والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. تفرمي ابن عباس خواي رازب لخوي لبابي برسال لمامي عثمان دكا خواي قول لي رازبي باش لبرسي أنقو سورة الأنفال كوال مثانية مثاني مجموعة سورة لكن القرآن بيروس
سورة أنفال كلمة ثانية هنا تنلقى سورة براءة كوالمئين هاويش بشيش كي قرآن بيروزا لبرسي أو دوتان لدوايا كنايو بسم الله الرحمن الرحيم لنيوان أو دو سورة ننسيا ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على هذا أو دو سورة هنا أويان لما ثانية أويان لمئين لقال يكتانو سو بسم الله شتان لنيوان أن ننسيا وهدو شتان لنيوان سورة باب السور الطوال 7 الطوال دانايا لبرتي دفن إمام عثمان فرمي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا كواتكاتك هذا بزي بيان صلى دفرمي أو أوانك وكاتب وحي باجي ذكر دي فرمو أو آتل فلانة سورة بنسن كوا فلانشت فلانش تيدايا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا كواتعيني تأكيد يعني هرزاري كوا لو هذا بزي باجي عندك دي فرمو أو آتان لفلانة سورة كوا فلانشت فلانش تيدايا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة سورة الأنفال لو سورتان بكوا لسرتاي عهد مدني دابزي وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن كاتي براءة لآخر أو سورتان بكوا دابزي ذكر لآخر عهد مدني وكانت قصتها شبيهة بقصتها إتر ناوروشي أو دو سورتي باسخوازكاني بيكتريدة وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها إتر بيان صلى الله عليه وسلم بسرد وفاتي كردو بياني نكر كواني سورة براءة هل ضمن سورة الأنفال فظننت أنها منها لو أمن قمان دبم هر توكري سورة الأنفال بي فمن ثم قرنت بينهما لسروا أساسية أو دو سورة لدواي يكتري هنا ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم لدواي يكم هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نيوانيا ننسيا وهدو الشيام بيكوا لضمن 7 طوال من دانا إن زادوا هل لو عند الأضوال بين دو آقاداري يؤخذ من هذا الحد أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك بلا شك كانت الترتيب آيات كان لها سورتيك أو توقيفية وتبيغمبر صلى الله عليه وسلم دياري كذلك أويشان بالتأكيد بوحي خواهي قولا تيجي عندي لو يدفهم لفلانة زيقاو لفلانة سورتي دايبنين كانت توقيفية بالرأي نية كما يفهم منه أيضا أن ترتيب سوره بتوقيف أيضا وترتيب سورة كانيش عيني بتوقيف يبوى فيما عدا سورة براءة ما عدا سورة براءة كوا أو باجتهاد إمام عثمان بكوا التمشايكر دبر يدفن فيها صوت الدواء سورة التوبة وفادك دياري نكر كوا لتشين دري بنسين لويا دفرمي همو ترتيب سورة كانيش عيني بتوفيقي بوا بفرمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام تنها سورة براءة نبي أويان باجتهاد وهو أظهر الأقوال ودلالة الحديث عليه ظاهر أو بقوتين رأيه وبلغي حديث لسري ديارة وتنبيه آقادار دوم ذلك قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين تمشى هذا كإمام عثمان بقياس سورة براءة هنا لدواي سورة أنفال نسي كواتا دليل بلغي لسروي كقياس أصلي كالدين ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة طبعا إمام عثمان كوكاري كرب برزامني هم الصحابة كان كردي كذا اعتراض نبو كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص يعني تمشاكر أو سورة ناوروش بناوروش سورة الأنفال دسي ما دام نص الشان للانية كوابين صوم تحديد كل شيء دابنين هاتن قياس يعني ناوروش كان براءي بأنفال لسلوية لدواي يتشيان نسي ورأوا أن قصة براء شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام كواتا قال ترتيب سورة كان قرآن بيروز بقياس دايانايا ترى كواتا أحكام كان دي كمن باب أولى قياس تدا ذكره لبرو القرآن بالتأكيد لها موان مهم ترى ابن كثير جدالي أول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج سنتاي أو سورة كان جندابز لوبيان صلى الله عليه وسلم كاتك ودقرانو لبو تبوك يعني كاتك لغزوة تبوك قرانو كاتك لبو حد سوبيان صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادة في ذلك يتر
كاتێک بوو دابەزەوان لە تەبوک گەڕابنەوە زەمەنی بابنەی وەختی مەوسمی حەج بوو باس کراکەوە مشریکەکان عینی کە دێن بەشداریان لە مەراسیمی حەج دەکرد وأنهم يطوفون بالبيت عراء ومشركانش عادتي ما بوك طوافيان لك لدوري بيت بروتي فكره مخالطتهم يتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بينا خوش بلقل اوان بجدار بيتن لو صالة مادام هشتاج مشرك ليوان داري بو شويدين طواف دكن وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة يتر أو صالة واتصالي كوالة تبوك قرانو موسمي حجبو أو صالة أبو بكر نار خوالي رازي وكو أميرك لسر أو أصحاباني كوادة سن لبو حج ليقيم للناس مناسكهم أو بيشوات خلق كبكا لبو مناسك كان حج ويعلم المشركين أن لا يحج بعد عامهم هذا ويعلم المشركين وهذا أتاوك أبو بكر خوالي رازي مشرك كان رابقيني لدواي أو صالة سيتر لبوانية بين حزبكا وأن ينادي بالناس براءة من الله ورسوله يتر ولا بناو خلشيج إعلام بك أو آتاني براءة من الله ورسوله فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له باشان إمام علي شينار عيني تاوكو تبليغ بكاتمكو عصبيكو نزيكي شي خوي وهروها لا تفسيري محرر درباري أو بابتاني كوالا سورة براءة باسكرا تفرمي جرينكتريني أو بابتاني كوالا سورة براءة باسكرا يكميان البراءة من المشركين والأمر بقتالهم ونبذ عهودهم كواتا أو آتانا لسورة التوبة هاتيا كمزات بازلا تبرا كردن لمشرك كان وهروها فرمان كردن بقتال لقليان عهد بيمان لقليان نامينه ومنعيان بكان لا داخل بون لبو مسجد الحرام وهروانها بهز ولائق لنوال مسلمان وكافران هبي أجر أولي قرباز بن خزمج بن لخالة شديك دفن أسورة إشارة تدا لبو بابرين غزوي حنين وهروها پرورده کردنی دل و درون ایمان داران لسر توکل لسر ذات الله سبحانه وتعالى لخالش ديك إعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب إعلان حرب لسر أهل الكتاب أوانك وعربيشن حتى يعطوا الجزية ما قر جزية أبدا وأنهم ليسوا بعيدا من أهل الشرك دور شنين أوان لأهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم أو قوة أو مالهيتان براسي بكالشانا وتقبيح قول اليهود والنصارى في حق عزير وعيسى عليهما السلام وهو أو سورة ويتذاك أو قول قبيحي جولك وديانا درباري عزير عيسى عليهما الصلاة والسلام وتأكيد رسالة الرسول الصادق المحق وهو التأكيد له بيامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر آياتيكي وعيب أحبار اليهود في أكلهم الأموال بالباطل وهو التأكيد لسروي ذكاتك فعلا أحبار علماء يهود كوبنا حق مالي خلشي بناوي دين دخون لخالة شدك حرمة الأشهر الحرم أو صار مانجي مانج كان حرام تأكيد لسر ذكريته وضبط دكات وإبطال النسي إنما النسي زيادة في الكفر وكل دواء يدفرمي كوا مشركة كان زي غورشان بيدا كرد خواي جورا أو شتاني همو بطال كردو بلكو تثبيتي كر أو صار مانجي كخواي جورا بأشهر الحرم داينايا لخالة شدك الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل الله بالأموال والأنفس وعدم الركون إلى الدنيا وزينتها هاندانا براس سورة التوبة لابد جهاد ونفير عام لبيناي الله تعالى بمال وبنفس وميل نكردن برو دنيا وبرو خوشكاني دنيا لخالة شدك نصرة الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وحفظه لهما من عين الكفار إشارة بويكوا بالتايبتي له زردا خواي جور سبحانه وتعالى كو نصرة بيغمبر إلا تنصروه فقد نصره أجر أنجوش هموتان بسرين يخن الله بسرين يخيو بتشيويك حفظي كد بخويبا صاحبه أبو بكر خواي رازبي كاتكوا مشرك كان هاتنا بيش درجاي أشكوتكش خواي جور سبحانه وتعالى كوريان كردونيان بيني وهروها ذكر أوصاف المنافقين وهذا أسورة تشوك بيجوتلا الفاضحة منافقة كان فضح دكا وصفيان باز دكاتن باسي صفاتيان دكا كواتيان هي خواي سبحانه وتعالى لا بتايبتي لسورة التوبة وكوت مالويش ناولين الفاضحة لا خالش كذم الأعراب في صلاتهم وتمسك بالدين الباطل
تەماشا دەکە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە گلەیی لە یاخود عەیبداریان دەکا ئەو ئەعراب و دەشتەچیانەی کەوە لەسەر باتڵن بە شێوەیەک تعەسوبیان هەیە بۆ باتڵەکەی خۆیان و لە بەرامبەریشدا ومەدحu بعضهم بصلابة في دين الحق بەڵام کاتیش کە ئیماندارن چەند جێگیرن لەسەر ئەو دینیان چەند بە توندی دەیگرن و هەروەها لە خاڵی دیکە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە باز لە مهاجرین دەکا السابقین الأولین من المهاجرین و هەروەها باز لە ئەنسارەکان دەکا فەضلی ئەوان باز دەکاتن و بە چەندین شێوە خوای گەورە مەدحu ثەنایان دەکا و هەروەها لە خاڵێکی دیکە لە سوورەتی التەوبە خوای گەورە باز لە مەسجد الضرار دەکا کەوا لە بۆ مەبەستێکی فاسد دروست کرا و کە منافقەکان دروستیان کرد و مەکر و منافقینی بینی نەبی صلی الله علیه و سلم ئەصحابی کەوا لە خلالی ئەو مەسجد الضرارە پیلانیاندا دەڕەش لە دژی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم و هەروها لە دژی ئەصحاب خوای ڕازی و حکمی خوای گەورەش دەربارەی ئەو مزگەوتە و لە مقابلدا باز لە مەسجدی قوبا دەکا کەوا خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە لە وەسفیدا دەفەرمی لەسەر تاعەت و لەسەر تەقوا دامەزرایە ئەویان ئەولاترە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نوێژی لێ بکەن نەوەک مسجد الضرار و هەروەها چەندین بابەتی دیکە کە لە خلالی ئاەتەکان بە پشتیوانی خوای گەورە زیاتر دێنە سەر تەفاسیلەکەی بە ئیزنی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دەچینە خزمەت ئاەتەکانی یەک بەیەک ئەوەندەی عمر باقی بیتن لە خزمەتیان دەوەستین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.